السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ياسين حمادة. أهلا بيكم في درس جديد من سلسلة ويندوز فاندمنتالز. في الدروس اللي فاتت اتعرفنا على أدوات مهمة زي الكنترول بانل والتاسك مانجر، زي نراقب أداء الجهاز. أما النهاردة فهندخل على جزء أعمق شوية من نظام التشغيل، هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا: خدمات الويندوز أو الويندوز سيرفيسز، وكمان سجل النظام أو الريجستري. الحاجتين دول بيشتغلوا في الخلفية طول الوقت وبيأثروا بشكل مباشر على أداء الجهاز واستقراره، لكن في نفس الوقت أي تعديل غير مظبوط فيهم ممكن يسبب مشاكل النظام. عشان كده هدفنا النهاردة إن شاء الله مش بس نعرفهم لكن كمان نفهم إزاي نتعامل معاهم بأمان. يلا بينا نبدأ. وطبعا عندنا كالعادة إن إحنا هنقسم الدرس لتلات أجزاء. أول جزء هنتعرف على خدمات الويندوز أو السيرفيسز، وهنفهم إيه هي خدمة أصلا وليه في برامج بتشتغل في الخلفية من غير ما نشوفها. الجزء التاني هنتعرف على ريجستري، وده يعتبر قاعدة البيانات الرئيسية اللي الويندوز بيخزن فيها معظم الإعدادات. أما الجزء التالت والأخير هنتعلم شوية قواعد مهمة جدا للأمان قبل ما نفكر نعدل أي حاجة داخل الريجستري أو الخدمات. كتير من الناس فاكرة إن البرامج اللي شايفاها على الشاشة هي كل حاجة شغالة على الجهاز، لكن الحقيقة مختلفة شوية. في عشرات الخدمات شغالة في الخلفية باستمرار. الخدمات دي بتكون مسؤولة عن وظائف مهمة في الجهاز، شبه مثلا خدمة الطباعة، خدمة الشبكة، تحديثات، حماية، وخدمات كتير جدا جدا تانية. الميزة في الخدمات إنها بتشتغل من غير ما تحتاج تفتح بوب اب، من غير ما تفتح ايكون تحت في التاسك بار، من غير ما تفتح كل الكلام ده. يعني مجرد ما تشغل الجهاز تبدأ الخدمة تشتغل لوحدها تلقائيا. ممكن تشبهها بالعمال اللي بيشتغلوا خلف الكواليس في مسرح ما. المشاهد مش بيشوفهم، لكن من غيرهم العرض كله هيقف. ممكن ناخد مثال عملي بسيط نخفي الكلام ده ونخفي ده. طيب، لو دوسنا ويندوز ار، ويندوز ار، تمام، وكتبنا services.msc وعملنا سيرش، بالظبط هيفتح لنا دلوقتي السيرفيسز بتاعت الجهاز. تمام، ما تتخضش من العدد، مش مطلوب تحفظهم. المهم تعرف ان كل خدمة ليها وظيفة محددة داخل النظام، يعني كل ده اكيد يعني محدش روبوت هيحفظه. طيب، خلونا دلوقتي نتكلم عن سجل النظام او الريجستري. لو سألت اي فني كمبيوتر عن اكتر مكان في الويندوز غالبا هيقولك الريجستري. لكن ليه؟ ببساطة الريجستري يعتبر قاعدة بيانات رئيسية للنظام، حاجة يعني مليانة حاجات مهمة، حاجات المفروض ما تلعبش فيها. كل الإعدادات المهمة تقريبا موجودة جواه: إعدادات البرامج، إعدادات المستخدمين والأجهزة، وإعدادات الويندوز ذات نفسه، وكل الحاجات دي محفوظة هناك. طيب، هو ليه أصلا الريجستري مهم؟ لأن الويندوز كل شوية بيرجع له علشان يقرا منه معلومات. لما الجهاز يفتح، والله لما نشغل البرنامج ده لازم نعدي على الريجستري برضه. لما الجهاز الجديد يتوصل لازم نعدي على الريجستري. كل ده بيعتمد بشكل أو بآخر على البيانات الموجودة داخل الريجستري، وعشان كده أي خطأ كبير فيه ممكن يسبب مشاكل للنظام. دلوقتي هنشوف ازاي نفتح أصلا الريجستري اديتور. ندوس ويندوز ار، نكتب الأمر ده تقريبا غلط، هندوس يس. هي دي الصفحة اللي احنا هنشوفها في الريجستري اديتور. تمام، طبعا هي صفحة شكلها غريب جدا يعني. خلينا نتكلم دلوقتي عن الهيكل التنظيمي للريجستري. في البداية ممكن تحس إن شكل الريجستري معقد، لكن لو فهمت الفكرة الأساسية هتلاقيه بسيط. الريجستري متقسم لمجموعة مفاتيح رئيسية أو هايفز، كل هايف مسؤول عن نوع معين من البيانات. زي ما احنا شايفين عندنا بعض الهايفز. أول حاجة هنشرح كل واحد فيهم كأن دي عنده نبذة بسيطة. عندنا ال HK Classes Root، وده لو جينا نفتحه هنلاقي فيه كمية حاجات كتيرة جدا جدا جدا. وده المسؤول عن أنواع الملفات والارتباطات الخاصة بيها. يعني لما تدوس مرتين على PDF مثلا، ويندوز بيعرف يفتحه بأي برنامج من خلال المعلومات الموجودة جوه. يعني مثلا ما تجيش تفتح PDF يفتحه لك PNG أو JPG أو أيا كان. طيب، عندنا بعد كده ال HKey Current User، وده خاص بالمستخدم الحالي، الإعدادات الشخصية بتاعته والخلفية وبعض التفضيلات بتاعته وإعدادات البرامج الخاصة بحسابك. كل ده غالبا موجود هناك. جينا نفتحه هنلاقي شكله منظم شوية غير ده شكله غير إنساني، ده شكله إنساني شوية. زي ما شايفين حتى لو تعمقنا شكله مكمل في سهل، لأن هو بيتكلم عن معلومات أبسط من ال HK Classes root. طيب، الهايف اللي بعدها هي ال HK Local Machine، ودي من أهم الأقسام لأنه بيحتوي على إعدادات خاصة بالجهاز كله، بغض النظر مين المستخدم ومين اللي فاتح الجهاز. كل المستخدمين بيمشي عليهم ال HK Local Machine. ودي برضو هتلاقوا إن هي شكلها منظم، لأن في بعض الناس بتبقى بتعدل فيهم بعض الحاجات.
طيب عموما احنا لو جينا ندخل على اي هايف من الهايفز دي علشان نشرح هي بتبقى مكونة من ايه، هنلاقي حاجة اسمها كي. تمام. عندنا الكي ده ممكن ندوس رايت كليك موديفاي، هيظهر لنا ان احنا نعمل edit للسترنج ده. نقدر نخلي الفاليو نيم بتاعته تتغير والفاليو داتا بتاعته تتغير. تمام. وعندنا بعد كده الدي وورد، ودي غالبا بتستخدم لتفعيل او تعطيل ميزة معينة باستخدام الارقام. ما هنغير مثلا الفاليو بتاعها من صفر لواحد. ونفس الكلام بندوس موديفاي، وزي ما انتم شايفين هي دلوقتي اتنين، ممكن نخليها صفر، ممكن نخليها واحد، وممكن نخليها رقم تاني مختلف. طبعا انا ما بحبش ان احنا نلعب كتير في الريجستري اديتور مهما كان احتياجنا ليها، لكن هي فعلا ممكن تسبب اعطال كتير في الجهاز. دلوقتي بعد ما فهمنا الخدمات والريجستري، تعالوا نتكلم عن اهم حاجه وهي الامان. لان المعرفه لوحدها مش كفايه، لازم نعرف ازاي نتعامل مع الادوات دي من غير ما نسبب مشاكل النظام. النسخ الاحتياطي وحمايه سجل النظام، ودي من اهم النقاط في الدرس كله. يعني لو نسيت كل حاجه النهارده وخلاص كل حاجه من دماغك راحت وافتكرت النوت دي بس، يبقى كفايه. قبل ما تعدل اي حاجه في الريجستري لازم تاخد نسخه احتياطيه دايما بدون استثناء. ليه؟ لان تعديل قيمه واحده غلط ممكن يسبب مشكله في وظيفه الجهاز بشكل كامل، وفي بعض الحالات النادره ممكن يمنع بعض الوظائف من العمل بشكل طبيعي اصلا للابد. وعشان كده بنأمن نفسنا الاول. نرجع تاني هنا، هنلاقي ان احنا ازاي نعمل شبه باك اب للحاجه اللي احنا محتاجين نعملها. هنختار مثلا لو احنا هنختار الهايف ده، هندوس فايل وندوس اكسبورت. تمام. بعد الاكسبورت هيعمل لنا، هنحدد هيتعمله اكسبورت فين وهيتم حفظه دوت ريج، بحيث ان انت يبقى محفوظ عندك نسخة من الاعدادات اللي فاتت. تمام. وبحيث ان انت لو حصلت اي مشكلة تقدر ترجعها بسهولة. كمان من افضل الحاجات ان انت تعمل ريستور بوينت، دي تعتبر شبكة امان اضافية. لو حصلت مشكلة كبيرة قوي في النظام تقدر ترجع النظام للحالة السابقة بشكل كامل. طيب حالات التشغيل وتأمين الخدمات، احنا عندنا السيرفيسز اللي احنا لسه شايفينها من شوية ليها ثلاث حالات: اوتوماتيك ومانوال وديسيبل. بنشوفهم ازاي، خلينا ننتقل ليهم بشكل عملي احسن. طيب لو جينا هنا ودخلنا برضو ويندوز ار services.msc، هنلاقي ان بالفعل في حاجات مكتوب عليها manual restart type، وعندنا حاجات مكتوب عليها automatic وحاجات مكتوب عليها disable. الاوتوماتيك ده معناه ان الخدمه بتشتغل تلقائيا بمجرد ما الويندوز يشتغل، زي الخدمات الاساسيه اللي في النظام اللي النظام محتاجها دايما. طيب بالنسبه للمانوال، معناه إن الخدمة مش هتشتغل إلا لما يحتاجها النظام، وده بيوفر شوية موارد لأن الخدمة مش شغالة طول الوقت. بالنسبة لديسيبل، وده معناه إن الخدمة متوقفة تماما ويندوز مش هيشغلها، لكن لازم تكون حذر جدا لأن تعطيل خدمة مهمة ممكن يسبب مشاكل. طبعا أنا موقف بعض الخدمات بإيدي، لأن تعطيل خدمة مهمة ممكن يسبب مشاكل، عشان كده ما تعطلش أي خدمة إلا لو عارف وظيفتها كويس جدا جدا. سؤال مشهور قوي: هل تعطيل الخدمات بيسرع الجهاز أصلا؟ والإجابة هو أحيانا لكن بشكل محدود، والخطر الأكبر من الفايدة لو كنت بتعطل خدمات عشوائيا. فعشان كده الأفضل تسيب الخدمات الافتراضية اللي لو عندك سبب واضح للتعديل. وبكده نكون وصلنا اللي يعتبر للنهاية. خلينا نشوف الأوفر فيو بتاع الدرس أو ملخص. اتعلمنا النهاردة إن الخدمات عبارة عن برامج وخدمات في الخلفية بتساعد الويندوز يشتغل بشكل طبيعي، وتعرفنا عن السيرفيسز وتعلمنا الريجستري وهو قاعدة البيانات الرئيسية للنظام، وفهمنا بعض المفاتيح الأساسية داخله. وكمان عرفنا أهمية النسخة الاحتياطي قبل أي تعديل نعمله أو قبل أي حاجة غلط نعملها جوه الجهاز. وأخيرا فهمنا الفرق بين الحالات تشغيل الخدمات المختلفة اللي هي الأوتوماتيك والمانوال والديسيبل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس السادس. النهاردة دخلنا خطوة أعمق جوه نظام ويندوز وتعرفنا على مكونات مهمة جدا وأغلب المستخدمين ما بيعرفوش عنها كتير. لكن دلوقتي بقى عندك فكرة واضحة عن الخدمات والريجستري وإزاي تتعامل معاهم بشكل آمن. لو استفدت من الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب لي في التعليقات هل قبل كده عدلت حاجة في الريجستري والدنيا باظت، أو الدنيا مشيت معاك زي الفل. وأشوفكم في درس قادم إن شاء الله، في رعاية الله.